وعشان انت صرختي انا بكلم كده، بس بشكل عام لن اسمح لك بشكل عام اسمح لك على ما قال الرئيس الفرنسي طيب هو سأعود مهم إليك. جدا. تفضل. طيب تفضل بدون تشخيص مهم جدا عشان هو ماكرون هو الذي عبر عن احساسه انه مصر بلد غير مستقر. هو قال وهذه كلماته ما فيش استقرار من غير احترام لحقوق الإنسان. معلش أنا والحقيقة إنه في عدد بالرغم من أنا بنسحب يا سيدة غادة يا سيدة غادة إنه في عدد متزايد من الناس في فرنسا الذين مقتنعون انه ما فيش استقرار، انه نظام السيسي ومصر السيسي بلد غير مستقر، ومقتنعين كمان وواضح كمان انه مع كل القمع والظلم والتعذيب مع احترامي كل هذا بقى مستحيل لرئيس فرنسي دلوقتي يزور مصر ان يتجاهل هذه القضيه. لا بس الكلام لما هي تقول مصر غير مستقره ونظام غير مستقر، انت تشوهين الحقيقه وتزيفين الحقيقه. طيب انت تشوهين. وبعدين لما تقول لحظه يا استاذه غاده، لحظه يا مدام غاده، لما تقول ان البرلمان المنتخب من الشعب مصنوع من المخابرات، حتى لو صنعته تقول صناعة المخابرات المصرية. الصحافة المستقلة في بلدك. أي صحافة مستقلة؟ أي صحافة مستقلة؟ الصحافة لا لما تتكلمي على أرض الواقع، وإذا كنت أنت لا تمثلي الدولة، أنت لا تمثلي الدولة الفرنسية. لا شوف نعود إلى الهدوء. من له أدلة وله بيانات وله إحصائيات سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو بالثقافة. لا ده مصر السيسي. خلينا ايوه احنا مصر السيسي، احنا مصر 30 سنه لما تتكسر. مبروك علينا، مبروك علينا، احنا مصر السيسي ولا نخجل، ليس لدينا ما نخجل منه. انا عايزه افهم انت غير مؤدب. وانت كمان مش محترمه. لا بتقول لك انت غير مؤدب. محمد يعني لما تقول لي انت غير مؤدب تفتكر اقول لها ايه؟ في البرنامج والله اذا كانت هي بتقول لي انت غير مؤدب، لو ترضى ان هي تقول لي انت غير مؤدب على الهواء تبقى هي مش محترمه. لا يا حبيبي هدى شويه، خلينا نكمل البرنامج. اتفضل. هدى شويه، تفضلي بهدوء بدون تشخيص. تفضلي كلير. طب خلينا نكلم عن المصالح. حضرتك كلمت عن المصالح وقلت انت طيب بسؤال اسالي. قلت كل ده قصه مصالح. طيب انا اسفه اخبرك انه في عدد متزايد من الناس في هذا البلد الذين يفكروا انه مصلحة فرنسا غير ان تبيع اسلحة لنظام زي نظام عبد الفتاح السيسي لعدة اسباب. واول هذه الاسباب انه ببيع الاسلحة فرنسا ليست فقط تساند هذا النظام المظلم، بس تشارك في الظلم. وعندنا عدة أسباب بتخلي نتفكر إنه إنه أولا هذا النظام وهذا البلد النهاردة غير مستقر، وأن الثورة قد ترجع وتبدأ تاني بأي وقت. مصر تمثل قوة تاريخية استراتيجية قوية جدا، دولة بقيادة الرئيس السيسي، وأفتخر لها كل التقدير والتحية في البناء. لما يجلس أمامي وأتكلم عن شهداء مصر من شرطة وجيش، وواحدة زي اللي عندك الشهداء في السجون، الشهداء في السجون كويس. الحضرتك الشهداء 60,000 سجناء ومدنيين. لو سمحتي ما تتكلميش اما اخلص كلامي، انتش عرفك، خليكي في اللي عندك هناك. احنا عندنا قلنا يد بتبني ويد تحارب الارهاب، واحنا وراء الرئيس، ومش من حقك لا انت ولا غيرك ولا اي بلد في الدنيا يتكلموا عن مجلس النواب او اي جهه سياديه في البلد نهائي. تتكلمي عن نفسك، عن اللي يخصك. لكن احنا نواب منتخبين من الشعب، وكان في لجان خارجيه بتشوف الانتخابات دي ومراقبتها، وشافت كل 30 يونيو وراء فخامه الرئيس، وسنظل وراه، وسنظل بكل قوتنا رضيتم ام لم ترضوا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تقولي بقى مسرحيه، فيلم عندك هناك،
عند ماما، بس هذا داخل في بلوة. هذا داخل في اطار حريه التعبير والاعراب عن راي. اريد ان اسالك بعض الاسئله. حضرتك هي حريه، انا دي بلدي. دي بلدي ادافع منها برضه، حريه تعبيري بلدي. من حقك طبعا، من حقك. ولن اتراجع يوم. من حق. كم حجم البطاله في نسبه البطاله في مصر؟ البطاله انخفضت، دي التقارير الدوليه انخفضت 2.5% العام الماضي، ودي تقارير موثقه، لا كلامي ولا كلام الدوله. نسبه التضخم تقارير دوليه، نسب التضخم تجاوزت ال 20%. طيب تتجاوز، لانه لما اقول لك ان انا عمال بعمل مشروعات في حدود 2 تريليون دولار، 2 تريليون جنيه مصري، لا تستطيع دولة أن تقوم بها داخل أوروبا بهذا الرقم في مرة واحدة في خلال 4 سنوات. لا تستطيع دولة أوروبية من أصحاب الثروات أن تقوم بهذا. ولما أقول لك أن العالم كله عندي في بس نقطة عاوزين نوضحها، طالما رحت الاستراتيجيات، حضرتك اتكلمت على الاستراتيجية. مصر لديها اتفاقية استراتيجية مع الصين، اتفاقية استراتيجية مع روسيا. الرئيس ماكرون نفسه صرح أنه يسعى إلى شراكة استراتيجية. حتى فرنسا، ألمانيا بتتفاوض على شراكة استراتيجية جاري المفاوضات. إذن هذه دولة مستقرة. لما تكون كل هذه الدول بمؤسساتها برجال أعمالها تأتي، يبقى إذن ما نقدرش نقول لا أصل هيقوم ثورة، أصل البلد هتقع، أصل ده يبقى كلام كله مش مظبوط حتى بالمنطق وبالعقل. لما يكون النهاردة عندي مدير إدارة الطاقة في الخارجية الأمريكية بصحبة وزير الخارجية الأمريكية قاعد بيتكلم بيقول نأمل أن يسمح لنا بأن نعمل في مصر. يعني خليني أقول لحضرتك أرقام واضحة. إني ضخ 12 مليار، البي بريتش بتروليوم ضخ 12 مليار، الشركات الأمريكية هتدخل في حدود ما بين 20 ل 22 مليار. هل هناك أحد يغامر بأمواله وشركاته في دولة كما يعني تدعي الزميلة أنها دولة ربما تسقط وربما كذا؟ يعني لا أحد. الأموال لا تعرف صداقة، والمصالح لا تعرف صداقة. فإذا كل هذه الأموال عندما تأتي في دولة زي مصر يبقى في استقرار. النهاردة لما تقول لي ما فيش استقرار، الرئيس ماكرون الموكب الرئاسي بتاعه جاي بيعبر النيل من الجيزة لغاية مصر الجديدة، ماشي في أمان، والصف الثاني ماشي. لما يكون هو في أبو سمبل ومعاه كبار الدولة الفرنسية وكبار الشخصيات الفرنسية وكبار رجال المال والأعمال في فرنسا وبيتمشوا ومعاهم في أبو سمبل في الأسوان، إذن هذه دولة آمنة. لما أقول لك إن أنا النهارده فرنسا محتاجة إلى الطاقة، خلينا نتكلم بقى في البيزنس، محتاجة إلى الطاقة من مصر، الطاقة الكهربائية، لأن عدد المفاعلات بتنخفض، اللي هي هتقفلها تدريجيا لأنه عمر المفاعل عندها 40 سنة. محتاجة إلى الطاقة الكهربائية من مصر وستحصل عليها بحدود عامين قادمين. محتاجة إلى الغاز المصري وستحصل عليه، كل ده عن طريق كريت، عن طريق قبرص. لا، الكلام بنتكلم في مصالح استراتيجية. الدولة المصرية تعلم استراتيجيا كيف تتحرك، أما عكس هذا فيعني لا نلقي له بالا. الشكر لكلير تالون، باحثة في مبادرة الإصلاح العربي. محمد الألفي، خبير في الاقتصاد السياسي. ومن القاهرة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري.